يعني 3 مضروبة في نفسها كام مرة؟ 3 مرات. لما اجي اعمل ران للبروجكت بتاعي هيقول لك كام؟ 27. شايف الناتج اللي فوق نفس الناتج اللي تحت معايا ظهر 27 و27. طيب عندي ميثود تانية برضو من ضمن الميثود بتاعتي اسمها الابسوليت. هو ايه الابسوليت؟ الابسوليت ديت لو انت اديته قيمة سالبة هيحولها لك لقيمة موجبة. يعني لو انا قلت لك برنت ابس اي بي اس على طول واديت البراكتس بتاعتي وقلت له ماينس 2 يعني قيمة سالبة، فهو هيحول لي الايه؟ الماينس 2 لايه؟ ل 2. يعني بيحول لي القيمة السالبة لقيمة موجبة. طيب اللي بعديها احنا عرفنا الابس. عندي برنت وقلت له عندي حاجة اسمها ماكس، ولو انا اديته كده في الماكس مثلا 3,4,5,6,2، استنى كده، 2,20. حلو الكلام. الماكس دي وظيفتها ايه؟ ان هو بيختار لي الاعلى قيمه، يعني بيقول لي اعلى قيمه في القيم دي ايه. فانا لو جيت كده قلت لك هيقول لك مين اعلى قيمه؟ ال20. يعني الماكس هو اللي بيطلع لي اعلى قيمه. انما لو انا جيت وقلت لك برنت، قلت لك من، المن ده بيعمل ايه بقى؟ هدخل لك قيم اهيت. تعالى بص معايا، المين بقى عكس الماكس. المين بيخلي لي الاقل قيمه. يعني لو انا عملت ران كده فقال لي مين اقل قيمه عندي؟ الزيرو. يبقى الماكس بيقول لي الاعلى قيمه، المين الاقل قيمه. انا كده خلصت الارقام كامله شرح. باذن الله المره الجايه هنشرح ازاي اعمل كالكوليتر وازاي امر الادخال عندي.